السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده انا قلت لكم على المشروع اللي انا هعمله ان شاء الله، او مش المشروع، الفكره اللي انا هعملها ان انا حولت البلكونه بتاعتي ان انا اربي فيها اللي انا عاوزاه، بشرط ان انا التزم بالنظافه بتاعه المكان، وان انا اظبطه ما يبقاش فيه ريحه، عشان انا مربي في بلكونتي، يعني في شقتي، يعتبر في شقتي. كل اللي انا بحتاجه كرتونتين، الكراتين بفرش كراتين في الارض مش اكتر من كده. هي باخد المساحه عرضها حوالي متر، باخد حوالي عرضها متر. ما باخدش اكتر من كده، ان هي مش بعوز، عشان هما مش هجيب غير 10 بس، فيعتبروا حبة صغيرين. هو مش عاوز اكتر من مش من متر بس. وكل اللي انا عاوزه ان انا هعمل مثلا ايه هرفع كل اللي انا عاوزه، هجيب الكرسيين اللي انتوا شايفينهم قدامكم دول، او اي حاجه عندك، عدايتين عندك، خشبتين عندك، اي حاجه، كرتونتين، بحيث انك ترفعي بس بيهم الحديد، او اللي عايزين نعمل عرشه من فوق كده، نعرش عليهم من فوق. جبت ماسوره، جبت حته حديده، وجبت حته خشبه، وظبطت الدنيا من فوق علشان احط عليها من فوق الكراتين. وبعد كده احط ايه، ممكن احط كراتين بس لان الجو ابتدى يدفي، وممكن احط كراتين او لو الجو يبرد، وكمان البطانيه مش عاوزاها، او السجاد مش عاوزاه، اي حاجه مش هيتوسخ، مش هيجرى ولا اي حاجه يعني. كان عندي حته مكتتين متقطعين فرحت حطاهم فوق. كل اللي بستخدمه بفرش كرتون، مش بفرش نشاره. ليه؟ لان النشاره بتعمل ريحه قوي، والتبن بيعمل ريحه قوي. في ناس بتحط قش، في ناس، دي انضف، لان جربت كل الحاجات دي انضف واريح. هتتوسخ هتروحي شايلاها وحاطه غيرها. انا زمان ما قلت لكم اهو، حتى قدامكم كرسيين اهوت، ورحت عامله عليهم العريشه الصغيره اللي انتم شايفينها ديت، عشان احط عليها ايه الكراتين من فوق، واظبط الدنيا عشان اعمل لهم تدفئه، لان انا هعلق اللمبه في الماسوره من الماسورتين اللي قدامكم دول، بحيث انها تبقى ساقطه لهم زي ما هوريكم بعد كده، علشان اعلق لهم اعمل لهم تدفئه يعني، تبقى الدنيا دافيه عندهم، ما يبردوش ولا حاجه. الكرتون سهل خالص. انا بنصح اي حد عايز يربي ان هو يعمل بكرتون، وكرتون هتجيبها من اي حد، من سوبر ماركت، من محل، من اي حته، هتلاقي الكرتون موجوده. اشتريها حتى، ده الناس بتوع المحلات دول بيرموها اهو. حتى جبت كرتونتين فوق اهو كمان، ورحت حطاهم من فوق عشان افردها بس، او كرتونه واحده بتفلقها اتنين وتروح حطاها من فوق كده. وبتروح مثلا حته سجاده قديمه، حته بطانيه قديمه، حاجه مستغنيه عنها يعني. وخلاص على كده. لا طبعا لما الفراخ يكبروا هرفع السقف ده شويه، هخليه من فوق بطول سور البلكونه، عشان تعمل لهم نفس لما يكبروا شويه، لما يبقوا في عمر مثلا وزن كيلو كده ولا حاجه. ان شاء الله احنا مع بعض، وكل اسبوع باذن الله هوريكم تطورات جديده. انا جبت، كان عندي الموكتتين دول مش كنت بستخدمهم، كانوا مقطعين ومرميين، رحت جايباهم، وكده كده مش هيتوسخوا، ما فوق بعيد عن البهدله. ورحت حطاهم، حاطه الكرتون الاول، ورحت حاطه الموكتتين دول فوق، وبعدين هروح احط فوقهم كمان الايه، عندي بطانيه قديمه، هروح نطرحها فوقهم كمان عشان تديهم دفى. واللمبه بتجيبي لمبه عاديه خالص بسلك، لمبه بدوايه. ان شاء الله حتى يخلي الراجل بتاع المحلات الكهربائيه يركبها لك، يقول عايزه مثلا لمبه متر، متر ونص، حسب اقرب فيش عندك. وبدوايه، ولمبه 200. لمبه 200 ليه؟ عشان تديهم دفى حلو قوي يعني، دناها معاكي ان شاء الله عايشه معاكي. دي شكل المنطقه من تحت اهيت، زي ما انا وريتكم العش اللي هنربي فيها. هنوسع طبعا، كل ما هيكبروا هنوسع شويه، يعني مثلا لما يكبروا مثلا يبقوا عمر كيلو ولا حاجه، هنعمل ضعف المساحه ديت. المساحه دي حوالي نص متر بس، حته صغيره جدا، يا دوبك واخده 10 كتاكيت اللي انا هجيبهم، زي ما انا هوريكم بعد كده ان شاء الله. انا مش هعوز اكتر من كده للكتاكيت، يعني المساحه دي كويسه خالص، بتبقى المساحه ضيقه، دفى كويس، الدنيا هتبقى متظبطه معاهم ان شاء الله. مش هيعوز اكتر من كده باذن الله. ويا حبايبي ده شكل العش من فوق اهو. احنا بالليل على ما جبت الفراخ وظبطتهم، ده مثلا انا كنت حاطه بتاع الانتريه شفكه عليه ميه يعني، حبه كراتين، كرسيين، حطي اي حاجه، اي حاجه هتعمليها. ما بتاخد دي مساحه نص متر عشان هم لسه صغيرين. كل ما يكبروا كل ما هنوسع ايه المساحه. كل اللي بنعوزه كرتونتين اهو، فرشه كرتونتين، وهم جبتهم هم ما شاء الله عليهم. هم النهارده لسه جايباهم النهارده. الكتكوت ب10 جنيه حسب سعر البورصه، لان اليومين دول غالي برضو. بحط لهم في حاجه علف زي ما انتم شايفينها، وفي حاجه ميه، بديني للميه دواء، احط سنتي على اللتر لمده 3 ايام بالشرب الميه. انا حاطه لهم زلط كده في قلب بولة الميه، علشان ما يتغرقوش ميه، يشرب وهو واقف من غير ما يتغرق ميه، او حتى لو طلع عليها ما الريش بتاعه من تحت ما يبلش ميه ويتبهدل. الكرتونه ممكن تقعد يوم او يوم، يعني مثلا مع دول ممكن تقعد 3 4 ايام لان هم لسه صغيرين. اول ما بيكبروا ممكن تقعد معاهم يومين، يوم بالكتير. كل ما تلاقيها اتبلت واتبهدلت لازم تشيلها على طول. وانا حاطه هنا اهوت لمبه زي ما انتم شايفين اهوت، دي لمبه 200 عاملاها بسلك بدوايه. ليه؟ لازم المكان ما شاء الله انا قاعده قدامه دفى جامد، لازم يبقوا مدفيين.
لما بقوش متدفيين هيبردوا منك ويموتوا، لازم تدفيهم. انا جبت 10 بس على قدي، ما كترتش يعني زي ما انتم شايفين اهوت، علشان قلت على قدي يعني، باكلهم على قدي ومصاريفهم على قدي، وما شاء الله يبقوا 10 ربنا يصحهم ان شاء الله، يبقوا زي الفل باذن الله. العلف الكيلو ب 8 جنيه، وجبت ال10 فرخات بحوالي 100 جنيه، ب 100 جنيه، واداني دواء كمان تقريبا ب 10 جنيه حاجه زي كده. الدواء ده هخليه عندي، عاوز استخدمه برده لما ايه، لو لا قدر الله تعبوا قدام ولا حاجه. العلف بتاعهم 3 انواع زي ما انا قلت لكم قبل كده اهو. ده العلف اللي هو الصغير الناعم، بيقعدوا عليه بتاع 10 15 يوم، ممكن تدنك معايا لحد مثلا 10 15 يوم. بعد ال 10 15 يوم بتخش بعد كده في اسمه ايه، العلف الوسط، لحد مثلا ما يبقوا يوم 20 يوم، بعدين تجيب لهم العلف الخشن، بدنهم على العلف الخشن ده لحد العلف الخشن ده اللي بيكبرهم بقى، يدنهم على العلف الخشن ده لحد ما يذبحوا باذن الله بامر الله. بيقعدوا 45 50 ساعات، 40 ساعات، 35 ساعات، 60 حسب ايه كل رزق وربنا بعتهولك يعني. بصوا جايين يستمعوا، شكلهم حلو خالص اه. خلي بالك منهم من الدفء، من السقعه، ومن الهواء، ومن يعني لو لقيتهم اسهال ولا مش عارفه ايه تاخدي بالك على طول. بس كده، ادعوا لي بقى ربنا يصلح الحال ويكبروا. اللي فيه علامات سمراء هناك ده بيقولوا حلو، بيبقى له نوع كويس يعني. ادعوا لي كده ربنا يصلح حاله ويكبروا على طول باذن الله، وما يجراش لهم حاجه، وربنا يستر يا رب ان شاء الله. كل اسبوع كده ان شاء الله بطلع اوريكم واقول لكم انا عملت فيهم ايه، او وزنهم وصل لحد فين، وربنا ييسر الحال ونذبحهم سوا مع بعض باذن الله. انا اتعلمت الذبح مؤخرا كده، مع اني كنت بخاف جدا، بس هو بيضطر يركب الصعب بقى. بس يا حبايبي دي ينفع مشروع حلو خالص، لو انتوا عايزين مشروع مربح كمان، ممكن اللي يربي 10 يربي 20، بس لو عندك اوضه. انا ربيت في البلكونه ليه زي ما اوريكم كده، عشان اول 10 بس ليه، عشان ما يعملوش ريحه وتبقى ريحتهم وحشه، بتعمل ريحه في الشقه يعني وحشه، وعشان ما يتعبونيش. لان انا مثلا يوم ما هغلب هشد الكرتونه واحط غيرها. الكراتين ماليه السوبر ماركت، ماليه المحلات، البقاله، ماليه الدنيا يعني، مش بغلب بينهم. بشد الكرتون واروح حاطه مكانها. بس لو بلت لو كل يوم، حتى لو كل يوم لو حتى اشتريتهم بالكيلو، بشيلها واحطها في كيس وارميها في جرار الزباله، بيجي عندنا ياخد الزباله من عندنا، واروح ارميها في الزباله وخلاص على كده. مش هيغلبوني يعني. ربنا بس يصلح الحال ويصحهم. لازم بصوا زي ما انتم شايفين كده اللمبه ليل ونهار ما بتنطفيش. انا قاعده والصهد جاي لي اللمبه مدفياهم قوي يعني، اللمبه ليل ونهار ما بتنطفيش. ليه؟ عشان زي ما انا قلت لكم الدفاء بتاعتهم، وعشان ما يبردوش مننا ان شاء الله خير. لو لقيت اليوم الجو ساقع قوي، بس احنا خلاص الجو دخل على الصيف يعني، ممكن اغطي الحته دي، بس خلاص احنا دخلنا على الصيف، الجو ان شاء الله يبقى دفى ويبقى زي الفل يعني. علقي بكرتونتين، بعدايتين، بعلبتين، باي حاجه. موضوع سهل خالص والله. انا ما كنتش بربي خالص برضه، ومش بيعمل ريحه عندي خالص، لان لازم تهتم بالنظافه. اول ما تلاقي مثلا اتبهدلت يعني، مثلا انا هسيبها معاهم مثلا يومين 3، لان السخونيه كمان هتنشف مع الكرتون، بتنشف الميه اللي هما بيعملوها والحاجات اللي هما بيعملوها دي، السخونيه بتنشف لهم الحاجات دي. فان شاء الله يعني يومين 3 كده واروح شايلاها لحد ما يكبروا شويه، وبعد كده انها لازم انا اشيلهم كل يوم. بس يا حبايبي دي اللي كنت عايزه اقول لكم النهارده. مشروع حلو والله، ادعوا لي كده ربنا يسهل الحال. دوره الفراخ بتاعتي، وباذن الله زي ما قلت لكم كل اسبوع باذن الله هاجي اوريكم، حتى ممكن وانا بغير لهم الفرش او كده بعد اسبوع باذن الله هاجي اوريكم برضه عملت ازاي وحجمي بقى عامل ازاي. ربنا يصلح حالكم جميعا يا رب، واللي في نفسه حاجه يعملها. وفي الاخر برضه هبقول لكم ما تكلفوا كام بالظبط لحد عايز يربوا، حتى لو تكلفوا زي ما هتشتريهم، بس لو واخدين دواء ولا واخدين هرمونات ولا واخدين قرف من اللي احنا بنسمع عنه ده، هتاكلي حاجه بيت نظيفه. بس كده يا حبايبي، اشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.